بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حواء. اليوم في هذه الحلقة سنتطرق ونسلط الضوء على ظاهرة باتت منتشرة أيضا بشكل كبير في المجتمع العراقي، وهي ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات أو زواج الأطفال. وبخصوص هذا الموضوع ستنضم معي كل من المحامية ست ضحى المولى وكذلك الباحثة الاجتماعية الست مريم سليمان. أهلا بكما في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك. البداية معك ست ضحى، شفنا هواي فتيات تعرضوا إلى سلب حقوقهم أو سرقت منهم طفولتهم وبراءتهم، وكذلك فتيات أخرى يعني ما كملوا تعليمهم، وفتيات أخرى أيضا ضاع حقهم باختيار شريك حياتهم تحت مسمى زواج السترة أو زواج المبكر. فما هو تعريفك للزواج المبكر؟ حقيقة هاي الظاهرة فعلا باتت منتشرة، يعني كانت سابقا موجودة فقط في الأرياف وفي العشائر، لكن للأسف يعني وصلت حتى إلى المدن. يعني هذا الموروث اللي احنا ورثناه يعني مؤلم حقيقة. يعني ايش قد حاول القانون يتصدى إليه، لكن نكون أمام احنا نواجه تضطر المحكمة أن تصدق بعض العقود لأن تكون أمام واقع حال، فتضطر أنها تصدق العقد مو تعقده. يعني القانون حدد سن إكمال 15 بموافقة الولي، ممكن تعقد البنت ويعقد الولد كذلك. يعني هو بالقانون ايش قد العمر المحدد؟ إكمال 15. نعم، بموافقة الولي. يعني إذا 15 هو هذا السن القانوني للزواج بالمحكمة؟ نعم، احنا بالمحكمة نمشي على البلوغ الشرعي وليس البلوغ القانوني، باعتبار أنه هذا شرع. بلغت أو بلغ عفوا أكمل، مو بلغ، أكمل 15 ممكن يعقد بالمحكمة بموافقة وليه. ولي يعني أمره يعني. مو مطلق الموضوع. لكن اكو حاله اخرى انه ممكن اذا بلغ، اكو فرق بين اكمل وبين بلغ طبعا، فرق واضح. اذا بلغ 15 لكن اشترطت ايضا مع عدم موافقه الولي في حاله بلوغ 15 من العمر هي الضروره القصوى والقابليه البدنيه. الضروره القصوى يعني راح تقول قد يسال المشاهد شنو معنى الضروره القصوى؟ يعني حالات تكون مثلا القاصر يكون يتيم الابوين، ما عنده معيل، مشرد، فممكن تعتبر هاي الحالات ضروره قصوى، يعني فقر مدقع من هالسوالف. يعني ممكن تعقد المحكمه، لكن تتحقق المحكمه من موضوع الضروره زين ست القصوى. ضحى، يعني من يجون يعقدون بالمحكمة، يعني المحكمة يعني القاضي هم يسأل البنت أنت أهلش غاصبيك، يعني هي عمرها بعدها 15 يعني صغيرة بالعمر، يسألها لو قبل يعقد يعني بموافقة أحد الوالدين. نعم، هو لفظ الإيجاب والقبول يعتبر رضا، يعني ما يسألون، لا هي تجي تعقد. ست رندا، هي المشكلة وين؟ المشكلة إنه يعني خلينا ما نظلم الأهالي، يعني هي 50% من حالات زواج القاصرات ترى تكون برضاهم. يعني برضاهم، بس هم بحالة يعني هم بعدهم عقلهم ما كامل، ما ناضج، ما يفتهمون شنو معنى الزواج. صحيح. هذا يجي موضوع دور التوعية. نعم. البيئة اللي يعيشون بيها، فلذلك تشوفين صعوبة حل هاي المشكلة، لأن 50% راضين من عندهم، لأن هم أصلا يعني مدى يفتهمون الموضوع، لأن هم أصلا بعدهم خلينا نقول عقلهم ما مستوعب الحالة، يعتبرون أن الزواج هو مجرد فرح وفستان وخطوبة وكلام معسول مو أكثر. لكن لما يجون يواجهون الواقع يصطدمون بالواقع. نعم، الزواج مسؤولية كبيرة والأمومة أكبر، فلذلك يعني الموضوع يحتاج إلى ثورة وعي اجتماعي. نعم، هسه راح نجي عليها، بس احنا ردنا نعرف أول شيء بالبداية الأسباب معك يا ست مريم. نعم. الأسباب الاجتماعية يعني بشكل عام. الأسباب تتقسم إلى اجتماعية، منها تتقسم إلى الوضع الاقتصادي، الأسباب الأمنية. مثلا عندنا بسبب سوء الوضع الاقتصادي للعائلة الأهل يضطرون، ولو هو مو مبرر، بس يضطرون يزوجون بنتهم بهذا العمر. اكو عدم مساواة بين الأولاد بالبيت، هذا هم السبب إنه يبقى الجانب الأقوى للولد ويزوجون البنية هي صغيرة، يحرموها من تعليمها. عندنا من جانب الأمني بسبب الوضع الأمني اللي احنا دا نعيشه، أو فترة داعش اللي صارت، الأهالي أغلبها زوجت بناتهم خوفا من الاغتصاب. هاي أيضا كانت سبب إنه الأهالي ينطون. أو عندنا من الناحية الاجتماعية، يعني هاي تتكلمين عن فترة داعش.
فترة داعش أي نعم أثرت. وعندنا يعني من الناحية الاجتماعية أيضا الأهل يزوجوها أنه بمجرد البنية شوية صار عندها جسم بلغت خلاص هاي لازم تتزوج. بأي مجتمعات أكثر هاي الحالة؟ أكثر شيء هاي الحالات موجودة، بس أكثر شيء بالقرى هاي الأشياء هاي الحالة تكون موجودة. وعندنا انه عامل المنافسه بين هاي البنيه تزوجت وهي صغيره، خلي اني هم ازوج بنتي وهي يعني صغيرة. العنوسة هنا هم إلها سبب؟ اكيد العنوسه الخوف راح من يكون، العنوسة؟ اكيد راح يكون اكو سبب انه ليش تبقى بنتي، اخاف تبقى فتره وبعدين ما حد يجي يتزوجها، فاتزوجها احسن ما تظل عانس او تبقى على قلبي. نعم. هاي الطريقه. ست ضحى، يعني شفنا بالآونة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أطفال لم يتجاوز عمرهم 15 سنة ويصوروهم راح يزوجون جهالهم ومكيفين بهذا الشيء، ما يعرفون يعني الآثار السلبية لهذا. هذا ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الأطفال؟ طبعا هذا انتهاك كبير، وهاي آفة كبيرة يدفعون ثمنها فيما بعد، يدفعون ثمنها كبير، يدفع ثمنها انه هي نفسها البنت واولادها اللي راح يجون. يعني تصدي لهاي الظاهرة اللي أنا طبعا أتكلم عن اللي قبل بلوغ ال15، لأن هذه هم صارت يعني دي يعقدون أمام رجل دين، يعقدون ويجون كل شيء كملان، قد تكون هي حتى حامل أو ولدت، ويجون يصدقون العقد أمام المحكمة، والمحكمة بهالحالة راح تصدق العقد وتحيل الزوج إلى التحقيق، والعقوبة راح تكون كشيء أقصى غرامة أو وقف تنفيذ وما شابه يعني. طيب هنا ست مريم، يعني اكو منظمات معنية بحقوق الطفل، شنو دورها هنا؟ من تشوف هذا الشيء دا ينتشر بالمجتمع، شنو دورها؟ شنو اللي تسوي؟ شنو الإجراءات؟ نعم، احنا كمنظمات أكثر الشغل اللي علينا نسوي جلسات توعية للبنات لليافعات بالمدارس بالبيوت، نقعد ويا الأهالي ويا الأمهات نحكي لهم على موضوع الزواج المبكر، شنو هي، شنو أسبابه، شنو الآثار اللي راح تصير عليه. فيعني إلنا دور بس كالتوعية، يعني ما نقدر بالنهاية نجبر أحد إنه لا تزوج بنتك، يبقى هاي القرار للأهل، لأن كل عائلة وإلها ظروفها إلها وضعها. نعم، نرجع إلى الأسباب. يعني ذكرنا منها الحالة المادية، يعني هل الأهل من يشوفون شخص متقدم لبنتهم مجرد أنه حالته المادية يعني زينة ينطون البنية هيك مجرد على مود الفلوس؟ الأغلب نعم، الأغلب نعم. والمشكلة الأكبر والطامة الأكبر إنه أحيانا هذا القاصرة تتزوج زواج ثاني، يعني يزوجوها الواحد أكبر منها سنا. يعني أنا جتي حالة أمامي 35 سنة فرق بالعمر، يعني بقت حفيدته تقريبا، يعني في سبيل يخلصون من كثر عدد أولادهم، كثرة الإنجاب، العوز، الفقر، أو أكو مشكلة أكبر يزوجوها واحد بعمرها هم مشكلة كبيرة، انه هي جو ال15 هو شويه فوق ال15 او يعني 15 خلينا نقول، هذا ايش راح يتحمل من مسؤوليه؟ اثنيناتهم صغار، اثنيناتهم هم يحتاجون الى توعيه وتوجيه وكذا، كيف راح هم يكونون؟ طيب هنا انت قلتي بالبدايه انه اكبر منها ب35 سنه. نعم. طيب هاي الافكار مالتهم ما راح تكون متشابهه نهائيا، شو راح يستمر هذا الزواج؟ ما يستمر ست، ما يستمر ورا سنه يجون لو مخالعة، لو مشاكل بالمحاكم، لو تضطر أن تسكت يعني وتتحمل، وأكو حالات انتحار طبعا، أكو حالات انتحار. يتعرضون للعنف بهيك أعمار يعني؟ ممكن إيه، حالات كثيرة يتعرضون للعنف. هي المشكلة ست الموروث العادات اللي احنا ورثناه، هذا ما وجدنا عليه آبائنا. ليش أني بعد أمهاتنا مو تزوجوا بهالعمر؟ أشو المجتمع اختلف، احنا في زمن العولمة، المجتمع اختلف تماما، المغريات كثيرة، اللي كانوا يتحملوه قبل هسه احنا ما نتحمله، هذا يعني واقع حال. لكن للاسف الموروث، يعني احنا مجتمعات ما نستفيد من تجاربنا، احنا المجتمع ابد ما يستفيد من تجاربه اللي الفاشله. نعم. ست مريم، هو يعني بيها ايجابيات هذا الزواج؟ اكيد. شنو الفائده منها وشنو الغايه من هذا الزواج المبكر؟ اكيد زواج القاصرات ما بها اي فائده، يعني بحكم التجارب اللي جاي نشوفها انه البنيه هي وصغيره ومزوجه شخص بسبب الوضع المادي، انه الزوج وضعه المادي زين ينطوها وهي صغيره 18 سنه وهو بال20 سنه اكبر منها، فبهاي الحاله فارق العمر كلش كبير ياثر عليهم، ما راح يكون بيناتهم اتفاق، فهذا شويه شويه ويا الوقت
الرجال يكبر بالعمر، بنية تصير بالعشرينات بال25، الرجال تصير بال40 45 سنة. هذا يكون مبرر انه المشاعر ما تتوافق، العقليات ما تتوافق، فيكون باب للخيانة وبالتالي يؤدي للطلاق. هاي واحدة من النقاط الهواية اللي موجودة. أكو هناك مخاطر كبيرة صحية وكذلك اجتماعية تتعرض لها الفتاة اللي هي دون السن القانوني. شنو هي أبرز المخاطر؟ شنو اللي يواجهوها من يتزوجون بعمر بعدهم سن كلش صغير؟ بهذا السن من تتزوج ما راح تستوعب مثاقل الحياة الزوجية. نعم. الحياة الزوجية مو سهلة، مسؤولية يعني. لا يعني من الناحية الصحية مثلا هي تزوجت، بعد ما تزوجت وهي بعمر صغير، شنو المشاكل الصحية اللي تواجهها قد تتعرض لها الفتاة بهذا المشاكل العمر؟ الصحية ما يعني أنا بقناعتي هذا الموضوع طبيب يجاوب عليه، أنا ما اختصاصي هذا. نعم. لكن بالنسبة كمشاكل اجتماعية وقانونية نفسية، ضغوط نفسية طبعا أكيد. ليش قلت لك أنا قبل شوية قلت لك ممكن تؤدي إلى الانتحار، ما تتحمل، هي طفلة ما تتحمل. والأغلبية طبعا على فكرة يعني هم من يزوجوهم مو بيت مستقل، يعني إذا بيت مستقل مشكلة، وإذا مع أهل الزوج مشكلة. نعم. إذا بيت مستقل يعني هذا كله مسؤولية البيت الكامل، كبار سن بدا يتحملوا، تشوف نفسها ما تقدر. يعني صعب يعني. خصوصا قد تتزوج عسكري، قد تتزوج شخص موظف دائما خارج البيت، كله بوحدها، ويجون الاطفال ومسؤولياتهم والتزاماتهم وتدريسهم. واذا تتزوج مع اهلها بحد ذاتها مشكله، انه راح تكون امام عائله كبيره ومسؤوليه كبيره، والضغط والام والمتطلبات الحماه ومتطلبات الزوج راح تشوف نفسها مضغوطه، لا تقدر تشكي اهلها، لان اهلها اصلا هم زوجوها هاي الزواج وما يريدوها ترجع، هم رادوا يخلصون، راح ترجع لهم المشكله ست، راح ترجع لهم مع اطفال. يعني هم يريدون يحلون، يعني هو هذا هو هاي يعني نسميها العقليه مالتهم يعني غباء. انا اخلص من وحده تجيني وياها اثنين ثلاثه ضحايا. فيعني ما حلوا المشكله، والمشكله رجعت اقول لك مدى يستفيدون المجتمع، مدى يستفيد من تجاربه. يعني اصبح هناك حاجه ملحه حتى لحملات توعيه وتثقيفيه حتى يوعون المجتمع بهذه مخاطر هذا الزواج والسلبيات الكبيره، ما بها اي ايجابيات. طيب بس العفو، واحده نعم. من الاثار الصحيه انه البنيه بهاي العمر الصغير انه جسمها ما يكون جاهز للحمل والولاده. نعم، ده نشوفه هوايه يصير اطفال مكاملين، اكو عندهم تشوهات خلقيه اثناء الولاده، الام ما تقدر، يصير عندها ضغط، يصير عندها سكر، اوقات هوايه الام تتوفى او حتى الطفل يتوفى. من الناحيه النفسيه ايضا نقدر نضيف انه البنيه بهذا العمر هي صغيره، تحتاج تلعب، تحتاج رعايه الام الاب، تحتاج حنانهم. هي بهذا العمر اصلا وقت دراسه، مو وقت انه هي تتزوج يعني، فيأثر هواي على مستقبلها. فبالتالي من تتزوج، عادة احنا اول سنة سنتين بعدين يصير عندها طفل، فمن يصير عندها طفل وماكو ما يصير اتفاق بيناتهم، بالتالي هاي البنية راح تطلق وانتم زوجتوها ردتوا تخلصون منها، فتجيكم الطفل طفلينهم، هنا هم راح يزيد العبء. بهاي الحالة لا لها الاهل راح يستقبلوها ولا الزوج يكون قادر يتحمل مسؤوليته، وهواي هنا الطفل ايضا راح يتاذى، الطفل هم راح يوقع بيها، وهوايه حالات تؤدي انه الام تروح تنتحر. اوقات هوايه شفنا مثل ما شفنا بالاونه الاخيره انه الام هي تقتل الطفل مالتها وهي ورا قبل تنتحر، تقول خلي اخلص من هاي الحاله، ما حد يستقبلها. نعم. زين، اكو قانون عندنا يمنع زواج القاصرات؟ انا قلت بدايه الحلقه انه القانون اشترط اكمال الخامسه بالنسبه لل 15 اكيد بموافقه الولي، وبلوغ الخامسه في حاله ايضا موافقه الولي والقابليه البدنيه والضروره القصوى. لكن المشكله قلت لك اياها انه هي ما قبل هذا العمر اذا هي تعقد يوم رجل الدين، لذلك يعني ممكن يكون فد رادع قوي تشريع قانون ضد رجال الدين اللي يعقدون بهاي الاعمار، راح ممكن يحل جزء من المشكله. رجل الدين يعقدون يمه، يعني هو يتم خارج المحكمه، يعني راح تصير مشكلتين، انها هي زوجة زواج قاصر وبعقد غير مصدق، يعني ضيعت حقوقها، ضيعت حياتها، يعني مشكله كبيره. تيجي بعد ما صار الامر واقع تيجي تصدقه امام القاضي، حتى لو هي دون السن القانوني والشرعي ملزم انه نصدق العقد، لان راح يصير اطفال. يعني ما عندنا قانون ست ضحى، ما عندنا قانون يعاقب او يحاسب الشخص اللي حرض على الزواج المبكر او يعني يزوج الفتاه وهي بعمر صغير، ما عندنا هيك قانون؟ لا،
الزوج خاصة إذا كان خارج المحكمة، خارج يعني المحكمة الزوج ما يعاقب ينحال. هذا الشخص اللي يقوم بالتزويج؟ لا، الزوج فقط ينحال على التحقيق على المادة 10 فقط؟ قانون الأحوال الشخصية. نعم، والعقوبة مو عقوبة. والزوج هو قد يكون هو أيضا، الزوج قد يكون هو زواجه مبكر. يعني احنا ليش نتكلم دائما عن الزوجة؟ احنا عندنا حالات زوج يتزوج زواج مبكر، الولد العفو، يعني أيضا هو بعده صغير. يعني ترى مسؤولية الأب هم قليلة. طبعا. يعني هو إذا عمره 15 سنة صار أب ب 16 سنة، يعني أجي أشوفهم تعبانين. وإحنا هسه حاليا أغلب هؤلاء ما مكملين تعليمهم أكيد، لأن هم بعدهم في سن صغيرة، ما عندهم وظيفة، يشتغل لعماله، يشتغل لكسبه، يضطر إنه هو يمد إيده قد الحرام في سبيل إنه يوفر المعيشة لعائلته. إحنا متطلبات اللي إحنا ليش ننظر إلى المرأة جانب أيضاً. الزوجة فقط؟ ترى الزواج القاصر هم مشكلة، لأن هو مشكلة كبرى بعد أكبر من الفتاة، لأنهم مسؤولية عليهم. يقع عليه عبء توفير المستلزمات الحياة لعائلة، لطفل. يعني الحاجة خاصة هسه صعبة. احنا بهالوضع، يعني ماكو تعيينات، ماكو شغل، ماكو فرص عمل. إذا هو يعني مكمل دراسته بعد يا تعيينات. صحيح. أكثرهم مخلص لو قاعد على ستوته وذولا يضطرون إنه ما لقوا فد شيء يوفر عائلته، لأن أنتم عارفين الشغل صار مو حياة صعبة. صعب. راح يمد إلى الحرام، راح يسرق، راح يشتغل بشغلات حتى يقدر يوفر. حتى بس يوفر. وفي كل الأحوال هو يركض يركض يركض، وبعده صغير، يعني لا جسمه يتحمل، لا وضعيته تتحمل. نعم. فمشكلة كبيرة بالنسبة للطرفين، مو بس بالنسبة للزوجة. نعم، نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل القصير وبعدها راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، ونكمل باقي حديثنا عن ظاهرة الزواج المبكر مع ضيفتي الكريمتين. ست ضحى، بالعودة إليك، يعني بدنا نشوف هاي بحالة الرضا أنه البنية كانت هي راضية عن الزواج وهي بعمر صغير، لكن هناك فتيات يعني هم ما رايدين هذا الزواج، لكن الأهل أو أحد من الأقارب هو اللي يغصبهم عن هذا الزواج. فبهذا الحالة شنو اللي ممكن نسوي؟ شنو الإجراء اللي يسويه القانون من الناحية القانونية من الناحية الاجتماعية أيضا؟ من الناحية القانونية، قانون الأحوال الشخصية تطرق لهذا الموضوع بالنسبة للزواج بالإكراه، مو فقط بالنسبة للقاصرات، بالنسبة لجميع النساء. الزواج بالإكراه، إذا وإحنا حالة شائعة خصوصا بالقرى وبالعشائر، وإكراه مادي وإكراه معنوي وبتهديدات كثير. عندنا حاليا تقريبا 50% من القاصرات يزوجون زواج إكراه. زواج الإكراه القانون تصدى إليه إنه إذا كان قبل الدخول ما صار دخول صار زواج عقد زوجة زواج إكراه، يعني عقدت بالإكراه، يعتبر القانون عقد باطل. يعني ما يصدق على هذا باطل. الزواج. نعم. باطل لا قبل الدخول. أما إذا كان بعد الدخول صار الدخول، نعم، صار زواج إكراه، هذا يعتبر سبب من أسباب التفريق، تقدر تقيم دعوة تفريق. لكن زين، شنو الأدلة اللي عندها أنه هي متزوجة بالإكراه؟ هي هذا. على فكرة يعني القانون من أنطاه كسبب من أسباب التفريق، اشترط أن يكون الزواج بالإكراه وأن يكون خارج المحكمة. من مفهوم المخالفة لقراءة هذا النص، نشوف أنه المشرع العراقي اعتبر أنه أي زواج أمام المحكمة يعتبر مو زواج إكراه، باعتبار أنه صار أمام قاضي. كان بإمكانه أن تقول للقاضي أنا مكرهة، لكن للأسف يعني هي من تقول للقاضي أنا مكرهة، راح القاضي ما يعقد لها، لكن من راح تطلع من يم القاضي راح تتعرض للتعنيف. فهي هاي المشكلة، إنه يشترط القانون إنه يكون الزواج بالإكراه حتى يكون كسبب من أسباب التفريق أن يكون العقد خارج المحكمة. طيب إذا كان عندها طفل، الطفل يكون من يعني إلها لو للرجل، لأن هي رادت التفريق بهالحالة؟ لا، هو عشان ينسب الاثنين، يلحق النسب باثنينهم.
ما له علاقه هذا، يلحق النسب اعتيادي، اثبات النسب هذا صاير زواج احنا. نعم. انا قلت لك انه اذا كان قبل الدخول يعتبر باطل، قبل الدخول ماكو اطفال، اما بعد الدخول يعتبر سبب من اسباب التفريق، على شرط ان يكون العقد خارج المحكمه. اذا كان العقد داخل المحكمه مصدق، عفوا مبرم، ما يحق لها. وعندنا مشكله اثبات الاكراه، نلاقي صعوبه اثبات الاكراه، كيف اني اثبت الاكراه؟ صعوبة. نعم، وهي عقده بالمحكمه كانت انه الاكراه يكون من قبل الوالدين او من قبل الاقارب، منو راح يشهد لها؟ كيف صحيح. نشهد لها؟ يعني احنا امام شرط تعجيزي، تبقى هي هالشكل، يعني تبقى راح يضيع حقها، ضاع حقها. احنا شرعنا نص، لكن نعم. احنا المشكله مو بتشريع النصوص 6، تطبيق النص. نعم. والا النص موجود وموفر الحمايه، لكن تطبيق النص انا صعب ان اجيب شهود ضد ابويا او ضد اخويا، او انه تعال انت تعال اشهد انه ابويا جبرني. وحتى هي تصعدها خوف، تقول انا راح اطلع من المحكمه، الاهل شنو راح يسوي؟ من يحميها بعد ما نعم. طلعت هي اول شيء قامت تفريق على الزوج، فقدت حمايه الزوج، راح تقيم على الاكراه ضد اهلها، فقدت حمايته، وين تروح؟ راح تشرد. فيعني هنا يبرز دور المنظمات. نعم اكيد. فبهاي الحاله انه بعد ما البنيه انه زوجوها بالاكراه، شيء اكيد من تطلب طلاق او شيء اكو طفل بالنص. الاهل ماكو، يعني احنا مجتمعنا عشائري، خلينا نحكي بالواقع انه بنيه اذا تطلق ورفعت قضيه على زوجها او هذا ضد اهلها انه زوجوها بالقوه، فبعدها وين راح تروح؟ منو اللي راح يستقبلها؟ هنا دوركم، هنا دورنا. اوكي تمام، اي بس انا ما عندي لحد الان ماكو هذا المكان اللي اقدر امن به على فد بنيه. احنا هوايه حالات تجينا انه اوقات ننجبر نخليها عندنا. طيب ما طلبتوا من جهات يعني معنيه بهذا الشأن؟ نعم طلبنا، وحاليا اكو حركات انه بدي يسوون دار هاي الفتيات الفئه او الاشخاص المعنفات، بس لحد الان ماكو انه ما صار على ارض الواقع. هو صاير بس باقي على التمويل وبعض الاشياء شلون نقول اللوجستيات، مثلا الاثاث وهاي الاشياء اللي باقي عليها، ويبقى على يعني مؤسسه حاليا موجوده لكن كبناء فقط موجود، لكن اشياء ثانيه ماكو. فبهاي الحاله احنا هواي او اشياء تجي حالات تجينا نضطر نوديها للسجون، فبالتالي هي بنيه صغيره وتوديها السجن تدخل ويا ناس اكبر منها بالعمر وجرائم مختلفه، انما هاي ما مسويه جريمه، مجرد تفريق انه السبب مطلقه سببها انه مزوجيها بالقوه. فهاي شلون راح تتوالم ويا هذول؟ وبعد ما اتوالمت وخلاص من وين راح تروح بعدين؟ هم راح نعم. تبقى طول عمرها. يعني من يدفع ضريبه الزواج المبكر؟ الضريبه اول شيء الزوجه تدفعها، تمام. احنا بمجتمعنا انه خلاص العبء الاكبر يكون عليه للزوجه اول شيء، وبس يصير عليها كلمه مطلقه بعدها هي لحد يريدها لحد يتزوجها قله قليله يتزوجون هيك نساء انه يذبون الصوج بالمرأة، لو هي خوش مرة ما كان طلقها زوجها. بينما اكو اسباب هوايه انه ماكو اتفاق، مثلا عمرهم كلش كبير، مثلا تتعرض للتعنيف. واحده من الضرائب الثانيه اللي يدفعها الزوج ايضا يدفع ضريبه هذا الشيء. احتمال هو ايضا يكون مجبر او هو متزوج بعمر صغير. والاكبر الاطفال اللي يوقعون بها، الاطفال يوقعون بها ضحيه راح احتمال هاي الام تروح تتزوج، ممكن الاب ايضا يروح يتزوج، فهذول الاطفال بالنص تبقى نفسيتهم تتاذى، لو يم اهل الاب لو يم اهل الام، وقله قليله يتحملون الاطفال. بس احنا بوقتنا كل واحد ما متحمل روحه انه اطفالهم فهم راح تكون صعبه، بالتالي هاي ياثر بشكل كلش هوايه سلبيا على الاطفال. مثلا اوقات هوايه يتعرضون للتحرش، اوقات هوايه يصادقون رفاق سوء، يتعرضون للخطف، هوايه حالات تصير بسبب غياب الام والاب، ماكو رعايه، فما حد يهتم بهم بهاي الحاله، فراح يدفعون ثمنهم اول وتالي. نعم. نرجع لست ضحى، يعني اذا البنت تزوجت وهي بعمر صغير خارج المحكمه، يعني من تكبر وتوصل الى سن البلوغ ل 18 سنه، يحق لها قانونيا انه تروح للمحكمه وتطلب الطلاق فقط لسبب انه هي تزوجت بعمر مبكر وخارج المحكمه كان نعم العقد وبالاكراه. نعم وبالاكراه تقدر تطلب التفريق، لكن ارجع اقول لك صعوبه الاثبات عندنا مشكله،
صعوبة الإثبات مشكلة، شلون تثبت الإكراه؟ لأن المحكمة أي شيء أنت تقيمين دعوة به تكلفك بإثبات هذا اللي أنت صار، يعني يجوز الزوج يقول لا كانت راضية ما جبرناها، بس هو تم خارج المحكمة. ولو احنا على فكره يعني احنا في مجتمع حتى الكبار يعقدون، احنا عندنا موضوع انه نعقد يم السيد، نعقد يم رجل الدين، حتى الكبار مو فقط القاصرين. يعني اذا هنا نحن نفتقر الى قوانين، نعم. حتى يعني ما مشرعه قوانين حتى نحد من هذه الظاهره بشكل فعلي. نعم. إذا خصوصا بخصوص يعني موضوع الرجال الدين اللي يعقدون تحت السن اللي شرع القانون للزواج، يفترض انه يكون اكو تشريع خاص لهذا الموضوع، انه يتعاقبون لان هم جزء من ارتكاب جريمه يعني نحن الآن بحاجة إلى تشريع قوانين نغير من القانون الأحوال الشخصية، بحيث يعني يحاسب كل من يروج إلى زواج المبكر أو من يعقد خارج المحكمة. نعم، ممكن يصدر أي قرار يعاقب بهذا الموضوع على رجل الدين اللي يعقد دون من لم يبلغ 15 وبدون موافقة القاضي، لأن هذا زواج أطفال. زواج أطفال اللي بال 12 سنة ولا 13 سنة، يعني أنا أشوف والله يعني تجيني حالات يقولوا لي ست صدقيني الزواج هم عاقدين. نعم. عاقدين يم رجل الدين، أشوفها طفلة 12 سنة 13 سنة، والله هيك حتى أمازحهم أقول لهم روحوا اشتروا لها نستلة، يعني أنتوا هاي الطفلة شلون زوجتوا؟ ايش تفتهم من الزواج؟ ايش تفتهم من المسؤولية؟ ست اكو مشكلة، يعني هذول اللي يتزوجون هم وقاصرين اغلبهم لان هم بعدهم اطفال محتاجين، هم محتاجين الى حنان، مو هم يريدون ينطون حنان. صحيح. زين، اغلبهم يتنازلون عن الحضانة بسهولة، يعني ما يتمسكون يعني باطفالهم حتى. اذا هي مثلا ما رادت الاطفال، قالت الاطفال انا ما اريدهم، والرجل قال ما اريد الاطفال، شنو مصير الاطفال هنا منو؟ مشكلة كبيرة، يضطرون اهالي احد الطرفين يربون، يعني راح ينحرم من الطرفين. اغلب اللي يتزوجون، انا احكيك اياها عن خبره، عن تجارب، اغلب اللي يتزوجون وهم قاصرين يتساهلون جدا في موضوع الحضانه يتنازلون عنها، ويبقون هم اطفالهم ضحيه الضحيه، ضحايا الضحايا. صحيح. نتيجه خطا واحد جيل كامل يدفع ثمن، يعني ما يتمسكون باطفالهم، مستقبل الطفل لان فتره أيضاً. الامومه بعدها ما كبرت عندهم، ما نمت، هم اطفال. فلذلك تشوفين كلش بسهوله يتنازلون عن حضانه اطفالهم ويبقون الاطفال اما يم ام الولد او ام البنت، وهكذا يعني جريمه مستمره. نعم. أستاذ ضحى، احنا عندنا قانون دولي العراق موقع عليها ايضا، ينص على منع اذى الاطفال باي شكل من الاشكال. نعم. اذا هذا هم اذيه ايضا للاطفال. طبعاً. يعني الزواج تحت سن المبكر هاي جريمه. نعم. جريمه، يعني شنو يعني ليش ما يطبق القانون هذا العراق؟ شنو السبب؟ والله هي الخروقات كبيره، الخروقات الدوليه كبيره في الموضوع، مو بس هاي الاتفاقيات كثيره للاسف. انا قلت لك احنا امام نصوص، لكن تطبيقها صعب، تطبيقها يحتاج الى توعيه كبيره، الى نشر ثقافه، الى ثوره بهالموضوع، مو بس بهذا، باشياء كثيره، يعني حتى موضوع الكفؤ، يعني اذا يا ريت بس يزوجوها اما اكبر منها بسنين كبيره او طفل مثلها، يعني عاده زواج القاصر اما من قاصر، اما من من اكبر منها بهوايه، يعني اذا كان مثلا وصلوا لحد هذا حتى الطلاق مخالف للشرع، لان زواج الكفؤ يعني هي طفله تتزوجها الطفل او تزوجها الواحد اكبر منها، بالاخير راح تشتغل لها ممرضه من تكبر. نعم. يعني انت بعتها، انت ما زوجتها. بالنسبه للاب اقول له انت بعتها ما زوجتها، على انه مثل ما حضرتك تفضلتي زواج الستره، يعني انت من تقول انا بدي استرها، ليش انت ما ساترها؟ انا اكره هذا المصطلح جدا، انه انا زوجتها بدي استرها، يعني شيء ما كانت مستوره، يعني اسفه للتعبير، لكن اضطر ان اجاوبه على نفس العقليه اللي عنده، نفس عقليته، يعني اقول لهم والله زوجناها سترناها، ليش انتم كاهل ما قدرتوا تستروها؟ انت دا تهين بنتك ودا تهين نفسك من دا تقول انا زوجتها حتى استرها. الزواج منظومه كبيره، مو شغله انه انا استر، لا، انت تسترها وهي تعيسه وهي ما تتحمل وهي من تنتحر راح تجيب العار لك والعار، لان يعني الف احنا مجتمع يفسر الانتحار كما يحلو له، ما يفسر على حسب الضغوط النفسيه اللي جات عن طريق البرامج، عن طريق المنظمات، عن طريق هسه هاي راح نجي لها بالحلول ان شاء الله. زين، اذا البنيه يعني الفتاه راحت للمحكمه وطلقت، وكان بحاله انه الرجل اكبر من عدها، هو بالغ السن القانوني، وهي كانت بعدها صغيره، بهالحاله هي كانت رايده الطفل، لكن القانون شنو يقول؟ للمراه لو للرجل الحضانه؟ لا، الحضانه للام، اذا هي متمسكه بالطفل الحضانه يعني للام. يعني ما عليه اذا كان عمرها صغير؟
ما له علاقة. نعم. ما له علاقة. نعم. ما دام ام متزوجه احنا عندنا حاله بقانون رعايه القاصرين انه هي اذا تزوجت بموافقه القاضي، يعني احنا عندنا سنه قلت لك اكمال ال15 من العمر، اذا تزوجت بموافقه القاضي موافقه القاضي باذن القاضي وموافقه الولي، وهي اكملت ال15 من العمر، قانون رعايه القاصرين يعتبرها كامله الاهليه. عدا اهليه، صار عدا اهليه بعقد زواجها. يعني الحضانة هيك الحضانة للمرأة. نعم للأم. نعم. نرجع لك ست مريم، الحلول الواجب اتباعها حتى نحد من هذه الظاهرة. شيء أكيد أول حل إنه نشر التوعية للبنات، للأمهات، للآباء، إنه شنو هي الأضرار اللي تنتج بعد ما أني زوجت بنتي وهي صغيرة. طيب احنا بالمجتمع يعني بالمدينة نختلف شوية عن الريف. الريف كيف ممكن توصلي لهم هذه الفكرة؟ اوكي، احنا حتى بحكم عملنا بدنا نطلع للأرياف أيضا، للقرى، أطراف كركوك، بالدبس، بقضاء الحويجة، بداقوق، عندنا مراكز هناك نشتغل على هالموضوع. فبدورنا ننطي جلسات توعية للبنات وللأمهات والآباء أيضا. يعني حالات تجي إنه اوكي البنية بالمدرسة تقول لنا أني دا يجبروني أهلي على هذا الشيء، فبالتالي ما أريد أهلي يرفضون. يعني نرجع هنا اكو نقطة كلش مهمة بالأرياف، يعني هل السبب انه اغلب المدارس شوية تكون بعيدة عن منطقتهم؟ اغلب المدارس ايضا يعني يطلعون البنية من المدرسة لانه المدرسة تكون مختلطة. وبحجة انه هاي البنية كبرت، يعني نعرف العادات والتقاليد بالأرياف، البنية هاي كبرت لازم نطلعها من المدرسة، لازم تلزم بيتها وتكون مثل امها صالحة للزواج وصالحة كأم. فعلا. واحدة من الأسباب الثانية أنه مثل ما تفضلت المدارس بعيدة. نعم. حتى لو كانت المدارس قريبة شو اسمه نقول اكو مدرسة مختلطة، فهم الأهل بهاي يعني انتم بهالنقطة همين كتبتوها وحاولتوا تحولوها للجهات المعنية حتى تحلون هاي المشكلة؟ وبالمدارس بدنا نعطي توعيات للبنات، حتى انه اوقات هواية بدنا نروح على البيوت، ناخذ العناوين والاشياء والتفاصيل ونروح على الامهات والاباء نحكي وياهم على اضرار هذا الشيء. لان اول وتالي هاي البنيه هي امك، هي اختك، هي زوجتك وهي بنتك. تمام. بالنهايه هي راح تصير ام، جيل يتربى على ايدها. فاذا هي معنفه شلون راح يطلع الجيل اللي راح يكون زين من تروحون للارياف يعني هم تقعدون ويا التلميذات او الفتيات وتحاولون تفهمون المشاكل اللي تعانيها خاصه اللي هي بالريف؟ اكيد نعم. بدنا نروح، عندنا جلسات اليافعات عباره عن 8 جلسات، هاي كلها توعويه للبنات، وبها جلسه الصحه الانجابيه ايضا اللي بدنا نحكي بها عن زواج القاصرات، عن اسبابه، اثاره، اضراره. عندنا ايضا جلسات التوعيه هم نشتغل بها ونحكي عليها على هذا الموضوع وبامثله واقعيه، حتى هاي البنيه بهذا العمر ما راح تكون تقدر تفهم كل شيء. فبالاشياء البسيطه اللي على قد عقلهم بدنا نشتغل عليها، والحمد لله نوعا ما الاستجابه شويه احسن. نعم. هاي يعني واجهتوا حاله انه جتكم مثلا طالبه تقول انه اهلي يحاولون انه يزوجوني، يعني انقذوني شويه؟ نعم. هاي الحالة اجت للأسف ما كانت بالريف، انه كانت داخل القضاء، الأهل جبروها ينطوها قصة بقصة هي وأخوها، يعني من بيت العم كانت انه البنية تاخذ ابن عمها وهاي البنية ينطوها ذاك الولد، مع انه مش قد حاولنا، بس بالنهاية الأهل قنعوها بموبايل وبآيفون بهاي التفاصيل انه حتى بس يزوجوها. فبالنهاية هاي من طلبت هاي البنية طلبت آيفون حتى تتزوج هذا الشخص اللي أهلها غصبوا عليه. بالنهاية البنية الثانية هم هيك سوت مثل ما سووا لهم اللي هم أريد تسوون. فهنا اكو مشكلة انه الزواج اذا يكون قصة بقصة، نقول هاي شي يصير وياها الثانية هم راح يصير وياها. صح. فيعني المشكلة يصير هذول مثلا خلينا نقول زوجناهم بالقوة، اثنين هنا اثنين زوجنا وهنا اثنين زوجنا بالقوة، هذول اتفقوا بس هذولاك ما اتفقوا. بهاي الحالة اللي ما اتفقوا راح يأثرون على هذول اتفقوا، وبالتالي الاثنين يطلقون، تدمر عائلتين بالكامل. يعني ها مشكلة أخرى. أكيد بأم وأب وبالأطفال أيضا. هواي يجون أطفال صغار يعني مواليد 2007 متزوجة وتجيني تقول أريد أطلق، ما أريده، زوجوني بالقوة. هو اغلب زواج القاصرات يكون نكاح شغار اللي احنا نطلق عليه مصطلح قصه بقصه. اغلب زواج القاصرات اللي ما يقدر يزوج ابنه على مود الحاله الماديه بسبب الفقر،
ينطي بنته هي بالمقابل، وهذا هو نكاح الشغار اللي هو احنا ورثناه للاسف، يعني خصوصا بالقرى والارياف يصير هواي. يعني هذا كان سبب آخر أنه يزيد حالات الطلاق بالمجتمع. فعلا انه يكون اهل الولد وضعهم المادي مو زين، ما يقدرون يزوجون ابنهم بالاشياء اللي طيب العروس هم تريدها. اصلا يعني مثلا الاثنين متفقين، شو عليهم من ذولاك الاثنين اللي ما متفقين؟ ليش يطلقون؟ مو هي الشغله تصير ليش هذا طلق اختي انا هم راح اطلق اخته، مثل ما يصير عليه خليه يصير عليه. لا ويا ريت مرات اخت، يعني مرات الاب ياخذ. اي شلون يعني هاي؟ يعني الاب ياخذ يعني بمهر بنته، هو يتزوج. يعني يتزوج الأماية؟ لا يزوج عفوا، لا يتزوج انه اخت الولد. اي يعني اني اريد اتزوج، اني رجال اريد اتزوج، انطي بنتي واخذ من بنتهم اللي الأب. الاب. إيه؟ زين شلون يقبلون الجهة والله الثانية؟ هي تعتمد على الوضع المادي، تعرفين بسبب الفقر الوضع المادي مو بس الفقر، زين. مرات موروث عشائري يعني. إيه؟ هاي وانت مو رجال اذا ما زين شلون تتزوج نحد من اثنين. هذا الشيء؟ شلون؟ شلون نحد من هذا الشيء؟ شلون هاي نحد؟ الظاهرة. يعني اذا انت يعني عقليه اذا هاي العقليه هاي العقلية شلون تتغير، نغيرها؟ ممكن نغيرها. هاي العقليه تتغير من تربيه الافراد من شخص لشخص. احنا ندرك ان المجتمع كله يبدي بالافراد، فكل ما اعطينا توعيه فرد من الافراد صار عنده هاي افكار انفتحت انه هذا الشيء غلط، هاي الاشياء تنتج عنها، فمن شخص لشخص نقدر شويه شويه ويا مرور الوقت نقلل من هاي الحاله. ورجال الدين لهم دور. يوعون. يعني ما هم رجال الدين هم قاعدين مو اللي يعقدون ست. يعني احنا الحمد لله والشكر ديننا حل كل مشاكلنا. لو نرجع للدين هذا كله ما يصير، لان اصلا نكاح الشغار مكروه في الاسلام. يعني خطباء الجوامع يا ريت ما اكثر شيء الخطب، مع احتراماتي طبعا للزينين، الخطب مكرره ونفس القصص، يا ريت يتطرقون لهذا الموضوع. الخطب بالمواعظ بالبرامج الدينيه، انه هذا الشيء ظلم حرام والرسول نهى عنه. يعني يصير فد وعي ديني، وعي ثقافي، مو فقط يعني مهم جدا مهم جدا. يعني احنا مجتمع يرفض حتى موضوع المنظمات. اكيد تعانون انه هم الرجال المتشددين ما يقبلون بكلامكم، لكن لما يكون عن طريق رجال الدين بالخطب والجوامع صحيح. تختلف. من يسمعها من رجل يعني دين تختلف. نعم. يدخلها بالاسلام ويدخلها بالحرام ويدخلها، يعني يكون لها دور كبير في اصلاح هذا الموضوع. إذا هنا دور رجال الدين أيضا كبير جدا. نعم. نعم. سؤال أخير للأستاذ ضحى، كيف نوفر الحماية القانونية للقاصرات؟ لازم تكون هناك عقوبة رادعة لأي رجل دين يعقد للسن غير قانوني اللي ما بلغوا ال 15. ارجع اقول يعني احنا عندنا قانون مشرع بلغ 15 اكو ضروره قصوى ممكن يعقد. اللي دون هاي السن لازم اكو عقوبه قصوى لرجل الدين اللي يعقد. نعم. والاب، مو فقط الزوج يتعاقب. يعني اي شخص يحرض على هذا الزواج لازم يعاقب. المفروض يشترك، يعتبر شريك بهاي الجريمه. نعم. يكون هذا الحل الانسب حتى نحد من هاي الظاهره. شكرا لكم، شكرا لتواجدكم ويانا. اهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع. اعود والتقيكم الاسبوع القادم وفي نفس الموعد. الى اللقاء.